تعالوا نعمل النهاردة مع بعض حاجة كده شبه الملوخية، بس بصراحة طعمها أحلى من الملوخية بكتير، ودي حاجة أكلة أمهاتنا زمان كانت بتعملها اسمها الخبيزة، وهقول لكم ازاي تطلع معاكم بالخضار والجمال ده. يلا نبدأ على طول. جبت عندي الخبيزة وننقيها كده تكون ما تكونش دبلانة، وده بيكون شكلها. نبدأ نقطف الورق بتاعها من غير ما ناخد العيدان بتاعتها. بعد ما بنخلص الكمية اللي عندنا كلها بالشكل ده حوالي كيلو وربع، ناخدها نغسلها اكتر من مره كويس جدا، وبعد كده بنصفيها. في الوقت ده انا بجهز عندي شويه من المرقه، سواء فراخ او مرقه لحمه، حوالي كوبايتين ونص. بضيف عليها فصين من الثوم، ومعلقه صغيره من الكزبره، ونص معلقه من السكر عشان تحافظ على الخضر بتاعها. اول ما تبدا تغلي بناخد عندنا اوراق الخبيزه دي، ونبدا نحط الكميه دي كلها. ما تقلقوش، هي الورق بيهبط على طول، وهتلاقوها اقل من كده بكتير، نزلت للنص. تمام كده. هضيف بقى عندي حزمة من الكزبرة الخضراء، باخد الأوراق بس وبنقطعها تقطيع عشوائي، لأن احنا كده كده نفرمها في الخلاط. أول ما تبدأ في الغليان بنسيبها لمدة 5 دقايق بالظبط، مش أكتر من كده، عشان تفضل خضرة وما تغمقش مننا. بعد ما عدى عليها 5 دقايق هنبدأ ناخد بقى الكمية بتاعتنا دي، ونحطها في الخلاط أو في الكبة لحد لما تنعم معانا خالص، عايزينها ناعمة قوي. بعد ما بنفرمها كويس نرجعها الحلة تاني، وتبدأ كده تاخد غلوة كمان. شايفين بقى لونها وسمكها بقى عامل ازاي؟ هنضيف لها هنا معلقتين كبار من الرز، ويفضل يكون منقوع عشان ما ياخدش وقت في التسوية. يدوب 5 دقايق أو 10 دقايق بالكتير هنلاقي إن الرز بتاعنا بدأ يستوي، وهيكمل تسويته في السخونية. هنجهز بقى الطشة بتاعتنا. عندي معلقة سمنة كبيرة، وعليها معلقتين كبار من الثوم المفروم. أول ما يبدأ يحمر شوية أو يدخل كده في اللون الذهبي، هنضيف لها على طول معلقة كبيرة من الكزبرة الناشفة. هنا الكزبرة مش عايزينها تتحرق عشان ما تمررش معانا، برضو تاخد اللون الذهبي ده. وبعد كده ننزل بالطشة الجميلة دي على الخبيزة بتاعتنا. وفي الوقت ده بقى شموا احلى شوية خبيزة، عايزة اقول لكم احلى من الملوخية وكمان اسهل منها. جربوها وانا متأكدة ان هي هتعجبكم جدا، خاصة ان هي حاجة كده بتفكرنا بايام زمان. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير.